ليلة وليلة في التلفزيون ملكة ابن ملكها بتقول حوادثها حكايات حلاوتها زي البونبون. كان مرة في ولد إنما إيه أجمل أمانيه رحلة في الكون. سندباد سندباد من أول مركب أنا قلبي كركب موج يضرب يقلب يغلب شمشون والعلقة تفوت ولا حد يموت يطلع لنا حوت له مجنون وحصان إنسان وجنتلمان اسمه نعمان جابني على هون جابك على فين يا سندباد. نفس كتيرة حصلتها كتيرة ألوانها خطيرة يجي 50 لون. وإيه بعدين وإيه بعدين يا سندباد؟ طاير في العالي الشوف يا حلالي شايف تعالالي الناس مساكين قدام غلبانة والمال ديانة معدته مليانة من البني آدمين. أرجع لبلدنا وأحلف على المدنى أعدي يا سيادنا في البحر أكون. أطفال العيلات أعملوا الليلة ليلة وليلة في التلفزيون في التلفزيون في التلفزيون. كل سنة وانتوا طيبين. وحضرتك طيبة يا سامي. ها لعبتوا؟ لعبتوا ايه؟ سيجا ونحلة. لعبنا حجلة وبعد ما لعبنا اتفقتوا على ايه؟ اتفقنا ان حضرتك تحكي لنا حكاية. احكي لكم حكاية كل ليلة يا شيرين. احكي لكم ايه؟ تحكي لنا ايه يا هلطرة؟ تحكي لنا ايه؟ ابو الفوارس عنترة او الاميرة زيت الهمة او كليلة ودمنة. يا ريت تحكي لنا 1000 ليلة وليلة. ياه 1000 ليلة وليلة مرة واحدة؟ خلاص يا طنط سامية ما تزعليش قوي كده، خليهم 500 وعليا 300. ايه رأيكم نخليها 100؟ موافقة يا شيرين، نخليها 100 ليلة وليلة. وش معنى اخترتوا 1000 ليلة وليلة؟ أصلها حكايات جميلة وكلها سحر وخيال، والخيال مفهوش محال. يلا بينا نبتدي. كان يا مكان يا سعد يا إكرام ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان يا مكان في زمان غير الزمان ومكان غير المكان في بلاد بعيد 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 كانت كما الأحلام. يا سلام. في البلاد دي كان فيه أمير، كان أبوه سلطان، كان شجاع ما يهبش جان
ولا حيوان، كان إنسان، وكان اسمه شهريار حامي الديار. لف البلاد شاف العباد واتجوز شهرزاد. وفي يوم سأل شهريار شهرزاد: ازاي وانا جوه قصري ازور بلاد غير بلادي واعرف عصور غير عصري؟ قالت له بالحكايات. اولها كان يا مكان، كان فيه زمان تاجر كان اسمه ملك زاد، وابنه كان اسمه سندباد، والمكان بغداد. وفي الختام قبل الختام والسلام لينا كلام. اتفضلوا. السندباد ماله؟ اللي خلاه يسيب بلده بغداد ويطوف بين البلاد ويشوف العباد؟ لانه مغامر، والمغامر دايما جواه حنين يطوف ويشوف ويستكشف حتى لو بعد عن اهله ووطنه سنين وسنين. هو السندباد ممكن يخاف زينا؟ طبعا ممكن يخاف لانه انسان، لكنه دايما كان يواجه خوفه وعمره ما كان جبان، وعشنا معاه في رحلات كتيرة للمجهول، وزي ما بنقول دايما جايز تقصر وجايز تطول. وبعد رحلات ومغامرات بيعيش السندباد في تبات ونبات سنين وسنين، وبعدها سنلتقي بإذن الله بالمصباح وعلاء الدين في حكاية حدثت منذ مئات السنين.